ورجع أبونا من التراويح ويلا نجهز الحلا. نسيح الزبدة ونضيف عليها قطع الشوكولات ونخلطهم مع بعض ونخليهم على جنب. في وعاء تاني حنضيف البيض ونضيف عليه الفانيليا والسكر ونخلطهم مظبوط مع بعض. نضيف عليهم الدقيق، وآخر إضافة حتكون خليط الزبدة مع الشوكولات. نبدأ نجهز أكواب السوفليه وندهنها بالزبدة من جميع الجهات ونرشها بالكاكاو الباودر، وتقدروا تستبدلوه بالدقيق. نصب الخليط في الأكواب، وأنا حبيت أحط قطع شوكولاتة في النص وأزيد عليها من الخليط تاني، وكده صارت جاهزة تروح الفرن. وبالنسبة لمدتها في الفرن انتوا تتحكموا فيها، أنا حطيتها 12 دقيقة عشان كنت حابة تكون سايحة من النص، تقدروا تحطوها أكتر لو تحبوها تكون ماسكة أكتر. قلبتها وزينتها بالسكر الباودر، وكده وصفتنا صارت جاهزة، وبدأ أحلى وقت في اليوم، حلا وقهوة وجلسة روقانية. لا يتعافى المرء بصحبة ولا بوجود حب ولا بوجود مال، بل يتعافى بقدر رضاه وبقدر صلته بالله وبقدر كونه حقيقي، بكونه جميل داخليا لا ظاهريا فقط. يتعافى المرء بقدر صراحته وصدقه ولينه ووده. رمضان كريم.